طيب خلينا نكمل مع حضرتك، بس معانا استاذ رمضان من الاسماعيليه. استاذ رمضان اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا فندم، ازي كل حضرتك؟ سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب يا فندم. وبرحب بضيفك الكريم. اتفضل استاذ علي، مع حضرتك لو عندك اي سؤال. يا مساء استاذ وائل. بقول لحضرتك ايه يا استاذ احمد؟ اتفضل يا فندم. اولا ليا سؤالين. اتفضل. عايز اعرف اخبار اللاعب محمد تراوري ايه؟ تمام. واللاعب محمد حامد ميدو اللي هو جاي من حرس الحدود. ومين يا فندم؟ محمد حامد ميدو اللي هو لاعب حرس الحدود. مش الاسماعيلي تعاقد معاه؟ نعم يا فندم. مش الاسماعيلي متعاقد مع اللاعب دوت ولا؟ ميدو بس كان مصاب ولسه بيقولوا لي فك الجبس قريب. يعني ما مشيش يعني. لا. طيب ماشي. ومحمد تراوري ده اسمه؟ وتراوري لسه في غموض في موقفه، لسه ما اتحددش. يعني في امل انه ممكن يرجع للنادي تاني؟ نعم؟ ممكن في امل انه ممكن يرجع للنادي تاني؟ والله هو لسه في غموض وفي مفاوضات، وزي ما كنا لسه بنقول في الاخبار برضو ان جودوين لسه بيقول لا كده خلاص. ده موضوع محلول ان هو مشي خلاص يعني. لا ده انا بدي مثلا بجودوين عشان اقول لحضرتك حاجه، ان هم ارجعوا كل حاجه في الموضوع ده وفي اي موضوع تاني لمجلس الاداره الجديد، فبرضه موضوع تراوري مش هيحسم طب ليه يا فندم؟ ممكن نزرع مثلا سؤال، ليه يرجعوا الموضوع دوت لمجلس الاداره الجديد على الرغم ان رأفت أبو عظيم باع عبد الله سعيد مثلا؟ ليه ما رجعش مثلا الاداره وقالوا له مثلا رجع للجهه الاداريه؟ تمام. ليه اشمعنى ده عبد الله سعيد بقى عن طريق رأفت أبو عظيم والجهه الاداريه ما اتدخلتش في حاجه زي كده؟ تمام. السؤال ده ممكن تجاوبني عليه يا استاذ احمد؟ طيب انا هجاوب حضرتك عليه، بس ممكن تسال استاذ علي سؤال ولا ما فيش حاجه النهارده؟ والله انا عايز اسال، اتمنى ان اي مرشح رئيس مجلس اداره الاسماعيلي كفايه بقى شعارات، كفايه بقى يقول لك انا هعمل وهعمل 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 وهعمل، وبيجي اي رئيس مجلس اداره اكنه يعني بياخد ما بيديش. يعني معلش لازم جدا من الزوال. ثانيا اتمنى ان في مشروع ثابت لنادي الاسماعيلي. مشروع هادف؟ مشروع ثابت يعني يدخل يدير دخل للنادي بالظبط كده. كفايه بقى ان واحد يقول لك انا معايا فلوس وهاجل يعني. مش هنقول امثله، مش هذكر امثله او كده يعني، او مش هذكر اشخاص لا بلاش يعني، عشان خاطر خلاص والله احنا اتخانقنا يعني. انا بصراحه لما سمعت خبر انك انت قلت الاسماعيلي دخل 3-1 حالتي النفسيه بقت بالحديد. باين على صوتك يا استاذ رمضان. والله يا فندم انا مخنوق خنقه يعلم بربنا. مش عارف الاسماعيلي دوت امتى الاقي بقى يتعادل مع القناه اللي كنا بنكسب القناه 5-6 في ماتش ودي. لا مش عارف ايه. رحت صدقني انا رحت اتفرجت على الماتش مع نادي القناه في الاسماعيلي والقناه، تعادل 1-1 اخر ماتش دوت. حزنت على النادي الاسماعيلي بصراحه يعني. ما شفتش يعني، ما فيش باقه امل الواحد يقول لك الاسماعيلي دوت ممكن ينافس او ممكن يعني يبقى الثاني الثالث ماشي. ولا يمكن يا استاذ رمضان عشان هي لسه الفرقه كلها جديده ولسه مفيش ماتش مع بعض في الملعب. طب هنستحمل لحد امتى يا استاذ احمد؟ هنستحمل لحد امتى بقى؟ يعني ممكن الاسماعيلي يبقى السادس السابع الثامن عادي مفيش مشاكل. تمام. ده اللي احنا عايزين نبص له. هو الاسماعيلي ده مركزه ايه؟ مركزه معروف، يا الثاني يا الثالث يا الاول، صح؟ لكن لما نسمع بقى الاسماعيلي السابع الثاني يبقى شكلنا احنا ايه؟ تمام. اشكرك يا استاذ رمضان وتابعنا دايما، ويعني نأسف لان النتيجه ضايقت حضرتك وباين على صوتك فعلا. الاستاذ رمضان دايما بيكلمنا الموضوع عنده مش كده خالص. الحمد لله نفس الكلام متوافق مع كلامي يعني. الحمد لله رب العالمين يعني. برضه في ناس الحمد لله عندها وعي، وان احنا عايزين نخلص من الشعارات ان كل الناس بتيجي تخش تقول لك تحويل الاسماعيلي للمؤسسه الرياضيه، تحويل الاسماعيلي لشركه استثماريه، فكر استثماري. احنا ما بنقولش حاجه، احنا بنقول حاجات موجوده عندنا الحمد لله ربنا كرمنا وبصينا فيها ان هي ممكن تجيب فلوس كويسه. عاوزين نلغي قصه ان رجل اعمال يجي يصرف. لا احنا بنعمل سيستم كويس وناس عايزه تخدم النادي بجد حقيقي، اتباع النادي. والقصه الثانيه يعني برضو الجمعيه العموميه عندها برضو فكره اهو يعني ماشي معانا الحمد لله رب العالمين يعني. مش هو بس انا مش كل اللي بتمناه الجمعيه العموميه ان العدد وحشه يعني يا رب. لان وصل دلوقتي 3111 عضو لغايه يعني امبارح او اول امبارح، يمكن ده برضو هو عدد قليل من ال 12000 وشويه اللي لهم حق التصويت. فارجوكم يا جماعه جددوا الاشتراكات. العدد كل ما يزيد هيعمل توازن في التصويت، هيخلي التصويت يتجه في مرحله افضل من ايا كان. احنا ما بنوجهش ناحيه اي كلام، لكن هو بس الاستاذ رمضان طلب مني انا اجاوبه عن سؤال هو اجابته مش عندي، ان هم ليه في موقف تراوري وليه ما رجعوش للجهه الاداريه في مواقف كتيره قبل كده. محمد حامد ميدو ولا وليه ما رجعوش للجهه الاداريه في كل الحاجات اللي حصلت قبل كده. يمكن ده ردوا عند مجلس الاداره او احد اعضاء مجلس الاداره يا استاذ احمد لو ينفع. هم بس اللي يقدروا يقولوا احنا ليه ما رجعناش هنا الجهه الاداريه، وليه هنا رجعنا الجهه الاداريه، وليه دلوقتي ارجعوا كل التعاملات لما بعد الانتخابات، وليه الموضوع ده ما كانش من فتره. وفي ناس كتير قوي كانوا بيقولوا ان ده مجلس معين او مؤقت فما ينفعش ياخد اي خطوه في اي حاجه من اللي حصلت في موضوع بيع اللاعبين تحديدا. تمام. طيب قطاع الناشئين خلاص ولا تحب تقول حاجه؟ قطاع الناشئين انا بقول ساعتها كده منجم ذهب
لابد ان يؤسس منجم ده على طريقه كويسه، على طريقه الاهتمام كويسه. الاهتمام ما يبقاش برضه. طب ما هو برضه كان معلش السيد العميد ابو سعود دفع مبلغ برضه الفتره اللي فاتت وعمل تنميه شويه وساعد في التدريبات، يعني المعلومات الاختبارات الناشئين الفتره الاخيره. ما هو برضه رجعنا والملاعب والمدربين رجعنا لقصه ان لو في حد بيصرف على النادي ماشي او على قطاع الناشئين ماشي، مفيش حد قطاع الناشئين اللي هو منجم دهب بتاعنا اساسا المفروض نهتم بيه اكتر من الفريق الاساسي. من ايه بقى؟ ان انا اجيب له مدربين على مستوى عالي، ان انا اجيب مدير قطاع ناشئين محترم ياسس من اول مدرسه كوره لغايه فريق الامل. ولابد من وجود فريق امل. فريق امل ده كان موجود زمان ايامنا كده، وبيعملوا فريق تحت الفلسطين اللي هو تحت 23 سنه او 22 سنه، فيخلي اللعيبه اللي هم حتى يتدرب في النادي. مش هتفرق ان انا مش لازم امشيه، انا ممكن اعير واحد عنده 21 سنه خلاص هيطلع فلسطين والفلسطين عندي مشغول، هوديه نادي سنه ويرجع زي النادي الاهلي ما بيعمل كده. النادي الاهلي عنده فكر محترم قوي. النادي الاهلي طلع مثلا مصطفى شبيطه جولدي وبيجيبه تاني، طلع عفروتو الاتحاد ويجيبه تاني. فليه ما انا بقاش عندي الفكر ده ان انا عندي تخمه فوق في الفريق الاول، فممكن اعمل منها اعارات للعيبه واجيبها تاني سنه، هستفيد مبلغ صغير مش كبير بس برضه هيفيدني، واللعيب هياخد ثقل ويرجع يفيدني بقى في الفريق الاول بعد كده. الموضوع الكبير قوي اللي الناس مش واخده بالها منه ومش حاسه بيه هو ان في دوري محترفين هيطبق 2013، والانديه كلها مش الاسماعيلي بس هي واقعه في مشكله ان الشروط بتاعته صعبه شويه. ايوه طبعا. حضرتك شايف يعني شكل ومكان الاسماعيلي في ظل كل الاسماعيلي بس ده كل مصر. ما انا عايز اتكلم على الاسماعيلي في ظل الظروف اللي هو فيها اصلا كل مصر هيبقى عامل ازاي. ما انا بقول لحضرتك يا استاذ احمد باذن الله باذن الله ربنا يكرم الجميع ويجي مجلس اداره فعلا قلبه على النادي. استاذ احمد لو في اخلاص وحب للنادي الاسماعيلي صدقني الاسماعيلي هيمشي وهيعدي كويس وهتبقى الامور كويسه، بس يبقى في اخلاص. الموضوع ما فيهوش لغرات يا جماعه والله خالص، ولا موضوع فلوس ولا اي حاجه. يبقى في اخلاص بين المجموعه، يبقى في سريه على العمل العام بتاعهم. مش انا ابقى قاعد النهارده في مجلس الاداره ميدان المثلث او ميدان الممر عارف اجتماع مجلس الاداره بيتقال فيه ايه، السلطان حسين عارف اجتماع مجلس الاداره بيتقال فيه ايه. دي كانت برضو مشكله في المجالس اللي قبل كده. فلازم يبقى في حب واخلاص بين المجموعه، ولازم ان هم كل واحد هيقول فكره او فكرتين هنطلع بفكره واحده هنجيب فلوس من النادي ونعمل سيستم كويس نمشي عليه. ايه المانع؟